ده الفيديو رقم واحد لرحله الوصول لل 100000 عن طريق نشر محتوى عن التغذيه وعن التمرين وعن اي حاجه تخص صحه الانسان بشكل عام. لحد من كام شهر كنت بالشكل ده، ودلوقتي بقيت بالشكل اللي انتم شايفينه، وده عن طريق الحاجات اللي انا طبقتها وهقولها لك دلوقتي. اول حاجه، 80% من الناس اللي قررت تعمل دايت كلهم فشلوا، وما كانش السبب هو الاراده، لا، ان هم بسبب منعوا حاجات هم كانوا بيحبوها جدا، او كمان قطعوا الكرب او السكر، وده كان سبب رئيسي ان هم ما يوصلوش لاي نتيجه. انا بقى خسيت 56 كيلو، كنت باكل الاكل اللي انا بحبه من غير ما اقطع اي حاجه فيهم. اول حاجه عملتها ان انا كنت بقلل الكميات، يعني لو كنت بشرب 3 معالق سكر في الكوبايه الواحده، لا، خليتهم معلقتين ونص وبعدها معلقتين، لحد ما قطعت السكر خالص بمزاجي، مش عشان انا حارم نفسي من السكر. ومؤخرا بقى بدات ادخل السكر الدايت كده عشان ادلع نفسي لو انا عايز اكل حاجه مسكره. وده نفس الكلام اللي انت هتعمله في العيش او المكرونه او الرز، انك تقلل الكميات مش تقطعهم، لان اصناف معينه من الكربوهيدرات هي اللي مهمه جدا، هتخليك تحس بالشبع لفتره اطول، فما تعكش في الاكل. تاني حاجه هي التلقيطات، الحاجات اللي انت بتقعد تاكلها في نص اليوم وفاكر ان هي سعراتها بسيطه، لا، خلي بالك عشان دي بتبقى مليانه كالوريز عاليه جدا. فاحسب انت بتاكل ايه بالظبط، واختار سناكس تكون لو كالوري. انا مثلا بعتمد على الفشار بشكل يومي ان هو يكون السناك اساسي بالنسبه لي، لانه هو اصلا كومبلكس كارب، فبيحسس بالشبع لفتره اطول، وكمان ما بيرفعش الانسولين، فحاجه مهمه جدا في يومك لازم تدخلها. ولو عايزني اساعدك اكون جزء من رحلتك انك توصل لهدفك في اسرع وقت، الدايت بلان محترم مخصص ليك حسب طبيعه يومك واكلك وهدفك، ابعت لي دلوقتي وخلينا نبدا سوا. واعمل فولو وسيف للفيديو ده عشان يوصل لك كل جديد، وكمان تتابع معايا رحله الوصول لل 100000 هتبقى عامله ازاي.